صنايع في الدنيا راس مالي، وانا زول بسيط ومتواضع وراضي بحالي. الناس دوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة، وانا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. يا صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي والسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. يا صنايع. مرحبا بكل السادة المشاهدين، رمضان كريم واهلا بكم في حلقة جديدة من 8 صنايع. نحن الليلة في ود نباوي في مدينة ام درمان. جينا محل شوادي، دايرين الليلة ناكل اسكريم ثقيل وحنشوف الحياة دي كلها ان شاء الله جوا. تفضلوا معانا. كيف يا مصطفى؟ مرحبا، اخبارك؟ اهلا وسهلا. امورك يا الله أخي؟ يسلمك. كيف الاخبار؟ الحمد لله. تمام تمام. الايسكريم المواد اللي بتخش فيه غير اللبن ده انا حاجه عارفها، لكن ثاني ما عارف حاجه غير اللبن. بتخش اللبن والسكر والمواد دي كلها بتتخلط في مكنه البستره، تتبستر ومنها بتطلع ثاني لمكنه الايس كريم. حتى بعد المرحله الثانيه اللي هي دي مراحل الايس كريم. المرحله الثانيه تجي التجميد، من التجميد هي بتجي للمواطن في الثلاجات بتاعت العرض. ايوه، برضه دار اعرف انه الموضوع ده محتاج لخبره، محتاج لحاجه. اكيد طبعا خبره وممارسه وفي كورسات بتاخذها ما أيوة. ما عمليه سهله. يعني في كورسات بتاخذها للموضوع ده مخصوص يعني. في ايطاليا في كورس بتمشي تاخده، ويقول الحمد لله على علم تام. يلا دار اعرف المهنه دي انت امتهنتها كيف يا مصطفى؟ ولحدود ما تدرجت ووصلت بقيت مدير المحل ده. والله المهنه دي اللي هي بدأنا سنه 79. الوالد الله يرحمه عثمان كايرو، اللي هو ابونا كلنا يعني. ايوه. ربنا دي يعني. انت الوقت ده كنت شغال معاه؟ انا يا دوب جيت. وبعد ده بدوا شويه لغايه ما يتطورت لليوم ده. ايوه. يعني في مدخلات الانتاج هي المشكله، اللي هي المواد اللي بتجي من برا كان فيها صعوبات. الكهرباء، الاسبير ذاته ما بتلاقيه، يعني المكن بيجي من ايطاليا ومشكله انك تعيد صيانته. اسبيراته ذاتها هنا في السودان يعني الا ما متوفر، لا تطوي من برا. يعني دي كلها اسباب بتخلي عائق، لكن الحمد لله بإعانة رب الله سبحانه وتعالى الامور مشت. 8 صنايع. البرنامج ده هدف يا مصطفى، احنا دايرين نوري الناس انه يعني في ناس بتنتهي المهن، يعني الناس بتشوفها هي مهنه سهله، لكن دايرين نوري الناس مدى صعوبه المهنه ومدى جريه ومدى تعبها، عشان الناس تاخذ فكره عن انه لما تيجي تشير الايسكريم الصغير ده وتاكله وتكون مبسوطه، تعرف انه في ناس كتار اجتهدوا عشان يوصلوا لنا الايسكريم ده بنفس الصوره وبالصوره الجميله دي. والله هو في تعب. هو طبعا ذاته الايسكريم مقسم لمراحل، اللي هو في البنتج الايسكريم، العمال ذاتهم بيجوا الايسكريم. ايوه. بعد المرحله الثانيه اللي هو بالشال بيجي للثلاجات دي، برضه هنا في وسيط في النص. بعد الثلاجات الثانيه بيجي لثلاجه العرض اللي هو السيت شايفهم عندك ديل. أيوة. بيبيعوا يعني ديل دي كلها مراحل دايره متابعه، حتى لما تبدا من المواد في الاول، من تجيب اللبن تحطه تخلط مع اول مواد دايره. يعني هو لازم تكون متابع اول باول. أيوة. اول باول تكون محافظ على الحاجه، لان الجوده دي ما سهله. ايوه. يعني اذا ما وقفت فيها في حاجه وقفتها ما بتمشي. صح. يديك العافيه يا مصطفى. الله يسلمك. وانا غايته حاطوش تعلمني كده. مرحبا. ايوه. وبعدين نشوف لغايته حيحصل شنو. لا باذن الله. يلا اخواننا شوفونا جوا غايته، حنتعلم ونشوف اللي بيحصل شنو ان شاء الله. تفضل. 8 صنايع في الدنيا راس مالي، وانا زول بسيط ومتواضع وراضي بحالي. الناس دوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة، وانا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. 8 صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي والسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي.
8 صنايع. فانيليا وشوكولاته في كاس واحد، فراوله في كاس واحد. طيب ما تجرب البتاع ده اللي عملناه جديد كده سمح. جربه جربه. امسك. جيب الثاني. هنا اديناك مانجا، تمام؟ وده فاضي. انقص من هنا كوب هنا. كده انتهيت معي. لكن انا شايفك مما دخلت هناك تعال لي بحجاره كده. لا بجد والله. لا مو مشكله. بس كده خلاص. كده خلاص موضوعك انتهى. تشيل من ده حبه لما تاكل ده، تشيل من ده تكفي ده مع الدينار كتير شويه. كاميرا خفيه شنو احنا بتاع الكاميرا في سخانه زي دي يعملوا فيها كاميرا خفيه يا يا كتير كبيته ليه يا محمد كتير ذاته لا كبيته له كتير يا اخي تصلح شنو يا اخي انا والله كبيت لك كتير شديد كمان. هنقص لك حبه هنقص لك حبه لانه اديته لك كتير. لا اديته لك كتير والله يا زول. انت هتعمل لنا شوشر في المحل هنا ولا شنو؟ لا مشكلة اعمل لك شوشر. لا بجد يعني. اساسي مشوالي ده هسه عليه قال الايس كريم. كيف يا زول ده احسن ايس كريم هنا حسه هوندا كفاك يا اخي. وانا احسن ايس كريم عشان كده كيف؟ طيب ما هوندا ظبطناك يا اخي. ظبطت عليك على كده ترضى لنا الزباين ولا شنو؟ داير يشتروا. ما داير يشتروا شنو؟ انا من الصباح واقف يملى لك في كاس اداني مع الاثنين. لا انت مهما يعني على الاثنين ده موقف فوق ولا شنو؟ انا لو وقفت في الزلط هناك ما بزل حاجه يشتري. كيف ما حيز ليه؟ كده انت بس امشي اطلع كده وقول حاجه على اللسن. والله لا تطقطق طقطقه هنا. غطت هنا ده ذاته. يا اخي ده والله البرنامج زعيمه. 8 صنايع. يا والله يا مصطفى يا اخي انا الليله كنت سعيد جدا جدا. برضه سعيدين بوجودي معاك والله العظيم. سعيدين انك معانا والله العظيم يعني واكلت ايس كريم حاسه ماشي شبعان. شوي قاعد تقول الزباين ده. يديك العافيه والله يا مصطفى. مرحبا بكم ويعني جد اكتشفنا انه برضه المهنه يعني لازم محتاجه لخبره محتاجه لممارسه. أكيد ايوه اداره خبره وممارسه وتكون ضليع فيها يعني ما شيء سهل. ايوه بالضبط. تجربها الخدمه دي مين لو تبدا يعني اخذوا فيها كورس. طبعا يا اخوان الناس اللي بيتعبوا عشان احنا نتبسط والزول يجي حران وياكل الايس كريم ده ويمشي من هنا مبسوط. الليله انا كنت سعيد بوجودي في شواري في ودنباوي. ولكل الناس دي يا اخواننا انا ههدي لكم اغنيه ولحدود ما نتقابل في حلقه جديده من 8 صنايع. يومي زايد حلو احلى من اول. يومي زايد حلو احلى من اول. بصراحة ما قادر اتحمل. زايد حلو احلى من اول. يومي زايد حلو احلى من اول. بصراحة ما قادر اتحمل. الجمال يا ناس فوق يتحدى. يومي زايد حلو اي حتة تقول احلى من حتة. يومي زايد حلو سمحة عديل تحمل السدة. سمحة عديل تحمل السدة. سمحة عديل تحمل السدة. الحسود يا ناس عينه تنسدى. يومي زايد حلو احلى من اول. يومي زايد حلو احلى من اول. بصراحة عادل ما قادر اتحمل. 8 الناس دوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة. وأنا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. 8 صنايع. عز الشغل والزحمة والناس معاي منسجمة. أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. 8 صنايع.